هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القسط. سيروا على بركة الله. لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم. الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهلية. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟ جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله. لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله. لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله. لو أذنت افترشت عباءتي.
رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه. عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين. يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول. سأكون بعون الله. كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟ أبو سفيان أين محمد ليكلمه؟ رسول الله في المسجد. يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. لصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية. لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد. يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟ أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان. كيف أهان؟ لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده. لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب. نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان. ماذا أقول؟ هزمت وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة، أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟ وهذا الدين الذي غرس في 4 أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟ ولماذا لم تختر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟ أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.
القبائل ما زالت تتوافد. سنصبح 10,000 قبل الغروب. الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتلهم. نحصن البيوت، نسد الطرقات. عبثا تحاولون. إنه اليوم في 10,000 مقاتل. جبان، نموت ولا يدخلها محمد. عودي إلى الدار يا هند. جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين. أنقاء، لا نستطيع